عشان تكبر البزنس محتاج تغير مفهوم ان الفرانشايز هو اسهل طريق انك تكبر بيه البزنس، وهو امن طريق انك تكبر بيه البزنس، لان ببساطه هو في دوافع قويه جدا بتخليك تروح للفرانشايز. اول حاجه هو بيديك ايجو، ان انا صاحب الفرانشايز اللي هو منور ده، اللي هو كل الناس بتشاور عليه. تاني حاجه هو بيديك قوه، انا عندي براند، البراند ده قوي ومنتشر، وشوف بصمته عامله ازاي، وشوف تاثيره عامله ازاي، وشوف الناس بتتكلم عليه ازاي. تالت حاجه هو الانبهار ان كل الناس بتحاول تشاور على البراند، وبتحاول تشاور على صاحب البراند، وبتحاول تبقى مبهوره بالبراند وحابه ان هي تتكلم عليه وحابه ان هي تربط نفسها بيه. الثلاث اسباب دول بيخلونا دايما نروح ونفكر في الفرانشايز، لكن في الحقيقه ممكن الفرانشايز ده ما ينجحش بسبب سببين مهمين جدا. اول سبب الخوف، وتاني سبب الهروب. الخوف ان انا ما اقدرش اكمل طول الوقت، وان انا ما اقدرش احافظ على النمو بشكل مستمر، وبالتالي اول ما البزنس ينجح ويعمل مليون او يعمل اول 100 عميل، يلا مين اللي هنقدر ان احنا نبيع له الفرانشايز، ومين اللي هيقدر يكمل، علشان احنا مش قادرين ان احنا نعمل براند ليه تأثير. تاني سبب ومهم جدا اللي هو الهروب من الارهاق ومن المجهود ومن الالم، ومن ان انا ما اقدرش اكمل على المجهود ده، وان انا مش حابب ان انا اروح وافضل في المجهود ده. في الحقيقه هم اسباب فشل اغلبيه البراندز ان هي تبقى فرانشايز. والحقيقه ان الفرانشايز بيحتاج مدرسه مختلفه، بيحتاج ان انت توصل ان انت عندك مانيوال، مش مجرد تبيع اسم البراند لاونر تاني، مش مجرد تبيع اسم البراند لانفستور وهو يكمل، لا، انت في الحقيقه محتاج تبني براند، والبراند ده يبقى ليه مانيوال لكل قسم ولكل ديبارتمنت في الشركه، وبالتالي هنا تقدر ان انت تعمل فرانشايز ناجح يفضل يعود عليك طول الوقت.